من اكتر الاجهزه اللي في الفئه المتوسطه القريبه من قلبي. الجهاز ده انا بحبه جدا، والجهاز ده انا بستشيكه جدا جدا. جهاز في الفئه المتوسطه ومن شركه سامسونج. تعال اكلمك عن جالاكسي اي 54. جالاكسي اي 54 عايزك تسمع امكانيات الجهاز ده في عجاله وتركز فيها، عشان السعر بتاع الجهاز ده على امكانياته سعر كويس جدا وفي متناول ايد الجميع، وهتجيب جهاز انت تبقى مبسوط ومرضي من ناحيته. جالاكسي 54 من سامسونج، واول حاجه بنتكلم عنها دايما الا وهي الشاشات. وادام اتكلمنا عن الشاشات مع سامسونج يبقى ترفع القضبعه، لانك بتتكلم عن اعلى شاشه في السوق العالمي كله. شاشه الجهاز ده بتيجي سوبر اموليد 120 هرتز 1000 نيتس. ال1000 نيتس في الاضاءه مش احسن حاجه، بس هي عاليه. بس عشان تكون انت في الشمس الجهاز ده هيبقى معاك مش احسن حاجه ومش اسرع حاجه بالنسبه لتجميع الاضاءه في الشمس. دي بالنسبه للاضاءه 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس. دي حاجه جميله جدا في تكوين الشاشه السوبر اموليد بتاعته. بيجي ب 6.4 انش. الجهاز بيجي جوريلا جلاس 5 من الامام، وظهر زجاجي برضو جوريلا جلاس 5 من الخلف. الفريم من البلاستيك بس من النوع المقوى اللي قابل للصدمات شويه. الجهاز ده كشياكه وهو في ايدك بجد انت هتحس ان انت ماسك حاجه من الفلاج شيب. يعني لو حد جنبك معاه اس 23 عادي او اس 23 بلس مش هتعرف تطلع فرق بين التليفونين. يعني يبقى معاك جهاز ب 16 17 الف جنيه وهو معاه جهاز ب 35 الف جنيه. انا قاعد مش عارف، او اي حد قاعد مش شايف فرق بين الجهازين. شيك جدا وجهاز امكانياته حلوه جدا. بعد ما اتكلمنا على الشاشات بنتكلم على طول على الكاميرات. والجهاز بيجي بثلاث كاميرات في الخلف. كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو اللي هي الثالثه 5 ميجا بكسل. وبيصور اتش دي ار وبانوراما وبيصور 4K. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي 32 ميجا بكسل وبتصور 4K. يعني الكاميرات لغايه دلوقتي والشاشه توب بصراحه. بعد كده بنتكلم عن المساحه الميموري والرامات. الجهاز بيجي 4 نسخ، مفيش الا نسختين منهم عندك في مصر هم اعلاهم. 6 جيجا رام 128، 6 جيجا رام 256. اللي موجود عندك في مصر ال 8 جيجا رام 128 وال 8 جيجا رام 256. يعني كرامات وكميموري انا شايف ان دي حاجه جميله جدا. نيجي نتكلم على البروسيسور، وهل هو يستحق فعلا يبقى جامد ولا مش جامد. الجهاز بيجي ببروسيسور اكزينوس 1380 5 نانومتر. الاكزينوس بروسيسور مش وحش، بس مش طبعا مش احسن حاجه زي كوالكوم. بس هو بالنسبه لي بعد السناب دراجون بيجي الميديا تك، وبعد الميديا تك بيجي الاكزينوس. شركه سامسونج عايزه تثبت للعالم قد ايه البروسيسور ده جميل جدا. فالجهاز ده حلو مش وحش، البروسيسور ده قوي مش وحش. الناس اللي معاها الموبايل ده هي اللي هتقدر تقول لنا من خلال التعليقات الجهاز ده بيسخن في الالعاب ولا مش بيسخن في الالعاب. البروسيسور شغال كويس في الكاميرا، والسنسورز بتاعت الكاميرات معاك شغاله تمام ولا لا. ده احنا هنعرفه من الناس اللي بتستخدم اكتر مني، لان انا لما بجرب جهاز بجربه 3 4 ايام، انما انت بتكون معاك الجهاز بتجربه شهر 2 3 سنه. فانت اللي لازم تقول لنا في التعليقات الجهاز ده عامل ايه معاك، وننصح الناس اذا كانت تشتريه ولا ما تشتريهوش. بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير وبيشحن بشاحن 25 واط. ده بالنسبه للبطاريه حلو مع البروسيسور مش وحش. الجهاز بطاريته كويسه وقويه. سعره في السوق المصري بيتراوح من 15 500 ده اللي هو ال 8 جيجا رام ال 128، ومن 16 500 ل 17 وكسر بسيط. دي النسخه ال 256 اللي موجوده في مصر. انصحك تشتري الجهاز ده ولا ما انصحكش تشتريه، ده هنعرفه في التعليقات. بس الجهاز ده انا بحبه جدا. عندي لما بمسك الجهاز بحس بقيامه في الجهاز ده جميله جدا وعاجبني جدا. وده كان الملخص بتاع الجالاكسي الاي 54. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الاجهزه الفلاج شيب، وبنحاول نسعى ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو. استنى رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر. السبسكرايب الجميل على اليوتيوب احمد تربو. كان معاك احمد تربو. سلام عليكم.